عسلامة، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد على قناتي. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا التفريزات من البقول متاع الجمعه، يشدونا جمعه ولا يشدونا حتى اكثر من جمعه. باش نوريكم طريقه التفريز متاع اللوبيا والحمص والفول، كيفاش ننظفوا العدس والفول المصري اللي نستحقوهم في الماكله متاعنا وطنجرتنا التونسيه. تويكا الطقس شتاء والدنيا بارده، وكما تعرفوا لازمنا ديما تركنا مليانه وعندنا حويجه في الكونجيلاتور. بالنسبه للحاجات اللي تستحق تتنفخ في الماء ومن بعديك تتخبى، نفختها قبل بنهار، قعدت 24 ساعة في الماء. نفخوها ديما في الماء معدني، ما نفخوش بطبيعة في الماء متاع السبيلة خاطر فيه الكالكال وما يخليناش البقول متاعنا يتنفخوا مليح، وبعديك في الطياب يجيو طريين. انا نفخت الحمص اللوبيا والفول نستحقوه نعملوا بيه فايم كسكسي. بالطبيعه بعد ما نفخوهم ونفرغوهم من الماء اللي كان في وسطهم، نسقطروهم مليح ونخليوهم يتسقطروا حتى ساعه من زمان ولا ساعه ونص باش ما تقعدش فيهم حتى قطره متاع ماء. ولهنا كيما تشوفوا بعد ما تسقطر الحمص واللوبيا والفول بالكدا لازمهم يتسقطروا مليح 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 ويشيحوا ويقعدش فيهم جمله الماء باش ما يفسدوناش كي نحطوهم ونخبيوهم. لهنا عندي الفول المصري جوست باش نحي منه الكعبه المسخه، وكان في حاجه ننظفه وباش نخبيه كيما هو. نستحقوه في الجيري في الشربه، في شويه مقرونه جاريه، شويه حلالم مدبشه كيما هكاكا. كيف العدس الاحمر ياسر نستعملوا انا سيرتو في الشربه نتاع العدس، ديما نطيبها اقل شيء مره مرتين في الجمعه، ياسر بنينه وصحيه وفي ساعتيب وسهله. باش ننظفوا حتى هو ونحي منه الكعبه المسخه. كي تشوفوا كعبات مارون فيه هذاك عدس زاده، اما العدس لكحل بالقشره نتاعو. باش ننظفوا مليح ونحطوا فيه حكه كبيره ونخليه على جنب، ونستحقوا نستعملوا ونستحقوا نرمي منه شويه في الجيري، ولا كما قلت لكم نعمل منه الشربه نتاع العدس. لهنا خديت ساشيات نتاع كونجيلاسيون، حليتهم الكلهم وحطيتهم بجنب بعضهم باش نبدا نعبي فيهم، باش نبدا نقسم كل ترانش في ساشي، معناها كل ساشي نتاع وجبه واحده. الكميه اللي عندي نتاع اللوبيا جاتني على 2 ساشيات، معناها وجبتين يطيبوا لي مره ونص، معناها مره جمعه وجمعه الداخله نجموا نطيبوا منها مره اخرى. وتوا نجيو للطريقه اللي باش نخزنوا بها. لهنا كل ساشي ناخذوها نفردوها على بالعرض ونشدوا كعبة اللوبيا نحلوهم بيجينا بالكدا دو تيل فاسون تجينا الساشي كاينها ورقة وتبدا مستطيلة يخرج منها الهواء الكل، وهكاكا ما تاخذناش بلاصة كبيرة في الكونجيلاتور، وحتى المنظر نتاعها يبدا مزيان ومرتوب. نفس الطريقة نتاع اللوبيا باش نعملوا بها الحمص وباش نعملوا بها الفول. الطريقة هذه نتاع التفريز تخلي الكونجيلاتور يرفع لنا بالكدا، خاصة تويكا جينا رمضان معناها نستحقوا برشا حاجات باش نخبيوهم. الفول المصري نظفته، نحيت منه كان فيه حجر ولا فيه كعبة مسوسة ولا فيه، تلقاو فيه كل شيء، اي حاجة تنجموا تلقاوها خاطرو معرض للشمس وللغبرة عند اللي بيعوا في البقوليات. وباش نعبي في حكة باللار نظيفة ومعقمة بالطبيعة ونحطه في البلاكار ونستحقه وقت الحاجة. نفس الطريقة باش نعملوها للعدس، غربلته قبل باش نحي فيه كان تراب ولا غبرة، وتويكا باش ننظفوا من الكعبة الخايبة الكعبة المسخة وإلا يبداش فيه حجر. خذيت دبوزة كبيرة باللار كيف نظيفة ومعقمة باش نعبيه في الدبوزة ونحطه في البلاكار مع الحاجات الأخرين. وهكا كانت التفريزات متاعنا متاع اليوم، إن شاء الله تكون الطريقة عجبتكم. نتقابلوا إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة وطريقة جديدة، وبسلامة.